السلام عليكم حبيباتي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم في قناه مدام فاتي شانيل. اليوم ان شاء الله بحول الله نقدم لكم طويجين بالخضره وشويه ديال القديد، لان كاين البرد صالح دابا هذا الوقيته هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، شكرا على المتابعه ديالكم. دابا غادي ندوزو الطريقه والمقادير ان شاء الله بحول الله. غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا خضره ديالي، عندي البصله، الكرعه، بطاطا، حامضه ها هي مصيره، مطيشه، فلفله حمراء حيت كتعطي البنه والمذاق، فلفله هادي مزود كيعجبني الحار، شويه ديال القديد البنه اللي كيعجبوني مكيعجبوش ما يعملوش، شويه د الجلبانه بالنسبه للخضره هادي، عادي الربيع. عملت لكم عي شويه ديال الزيت حيت عندي قديد كيطلق لي يبزار، سكينجبير، كركم، الزعفران هذا كيبقى اختياري، الزيتون من الفوق. غادي نقطع البصله، نبدا بالبصله هي الاولى، مدوره باش ما كيتحرقش الطاجين. الطاجين كتعملوا له الحديده من التحت ضروري، ما كانتش حديده كيتحرق. عافيه من هنا. الطاجين المغربي ما كاينش ما احسن منه الصراحه. البصيله ديالنا ها هي. دابا عندنا نصف الخضره ديالي، طيوطه ها هي، قديد الوسط، الطاجين في هذا البرد كيصلح كيسخن. ما كاين حتى واحد ما كيعجبوش الطاجين. اما كون كان على المجمار كيجي رائع، عاود شي حاجه اخرى اللي عندها الوقت تخليه يطيب على خاطره. القريعه ديالنا الطاجين كيبقى شنو ما عملتي في خضره، اي نوع د الخضره كيجي معاه اشكال وانواع. القريعه ديالي ها هي، ستفو، منظر مزيون. هذا الطاجين صغير عندي، قرعه دغيا كطيب. شويه د الزعتر، نسيت ما قلت لكم شي في الاخر، عرمي شويه ديال الزعتر، نحل عليه ورمي شويه د الزعتر كيعطي كيتواتى مع القرعه دي مهمه. حتى في الطنجره الا عملتوه في الطنجره قرعه كتواتى مع عمرتو. جلبانه داك الحمض ديالي قطعته هكا، وحق الحامض راه ما نعاودلكمش كيفاش كيجي، كيعطي واحد المذاق متشبعش منها الطويجين. وانا قلت لكم الزعتر ولا بد نعنقيه. هاد الحامض عاود كيتواتى مع الطاجين كيجي رائع. طاجين مغربي، ما كاينش اللي ما كيعجبوش الطاجين. شي الحامض انا كيعجبني في الطاجين. فلفله حاره كتبقى اختياريه،
انا كتعجبني، ولكن ما كتعجبوش ما يديرهاش. زويتينات ديالي، زيتون ديال الدار. الزيتون عاوتاني مهم في الطاجين. تستفوا راسكم نتوما كيف ما بغيتو. الزيتون كيعطيه المذاق. طيب على خاطرو خليوه ان شاء الله بحول الله يجي مزيون. عندي انا 3 سنين فات قطعتهم هكايا، هكا ما كنحكهمش، هما راه كيطيبوا راسهم في الطاجين. ديك كركم والزعفران وكركم والابزار وسكينجبير، ها هو الزويته عملتيه شويه مليحه. راه عندي ديجا في الزلافه، كنخلط مزيان، نحط عليها شويه د الماء، نخلطها مزيان. شوف كي كتولي، بسم الله على بركه الله. ايوا نبقى نكبها هكايا، ندوز ديك الربيع اللي قطعت هكايا، بغيتش نقطع رقيق. الزعتر اللي قلت لكم ها هو كيتواتى مع القرعه، هذا هي العويد ديالو. دابا غنعملوه فوق النار ان شاء الله بحول الله. الطواجين ديالي هو كيتشحر تا ما يبقاش فيه المريقه، عاد نطفيه. النسيمه ديال القدي طالعه مزيونه ان شاء الله بحول الله. غنطفي عليه دابا، شحر مزيان دايره طابت. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، الطويجين ديال الخضر. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وهذا طاجين مغربي كيعجب الكل، وبالنسبه للبرد صالح دابا. وشكرا على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. كنتمنى تبارطاجيو لي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتعملوا لي ابوني. شكرا بزاف بزاف.